اهتزت الصويرة أول أمس الأحد على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها شابة ثلاثينية لقيت مصرعها على يد زوجها بعد أسبوعين فقط من زواجهما. وذكرت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجريمة ارتكبت بحي التجزئة الخامسة إثر خلاف زوجي نشب بين الطرفين تطور إلى شنآن ثم اشتباك انتهى بتوجيه ضربة من الزوج إلى زوجته بآلة حادة إلى الرأس أردتها قتيلة على الفور. وأضافت المصادر أن جيران الطرفين سمعوا صراخهما بعد الزوال يرتفع من الشقة التي يقيمان فيها رفقة والدة الجاني التي لم تكن حاضرة لحظتها، قبل أن يكتشفوا فيما بعد أن جريمة قتل ارتكبت بعد أن طوقت المصالح الأمنية المسكن. وزادت المصادر أن الجاني يشتغل أستاذا متعاقدا للتعليم الابتدائي فوج 2017 بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة مسكالة بإقليم الصويرة، فيما كانت الضحية ربة بيت. وقد سجل مقربون منه بعض علامات الاضطراب النفسي عليه. وتابعت المصادر أن الجاني بعد أن تأكد أن الضحية فارقت الحياة اتصل بوالدته التي حضرت إلى مكان الحادث وغادر الشقة واستقل سيارة أجرة وتوجه تلقائيا نحو الدائرة الأمنية الثانية، حيث سلم نفسه وأخبر عناصر الشرطة بما حدث. وأردفت المصادر أن مصالح المداومة بالدائرة الأمنية أخطرت مصلحة الشرطة القضائية بالجريمة، فتوجه أفرادها إلى مسرح الحادث حيث تمت معاينة الجثة التي نقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله، فيما تم حجز أداة الجريمة واقتياد الجاني للاحتفاظ به قيد الحراسة النظرية قبل إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي.